اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء عشاق تفسير والاحلام. معكم سما لتفسير الاحلام. النهارده هنتكلم عن رمز الدود الاسود في المنام. الدود الاسود في المنام مش بس بيكون شكله يخض، لا ده ممكن يكون ربنا بعته لك رساله ربانيه بتحمل لك رساله او اشاره ان ممكن يكون في عندك سحر او حسد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض سوا امتى يكون الدود الاسود علامه ان يكون سحر او اذى روحاني، او ممكن ازاي تكون رساله من عالم الاخر. اي حد عنده رؤيه ومحتار في تفسيرها يكتبها لي اسفل الكومنت وان شاء الله هفسرها له. ونعرف مع بعض رساله الدود الاسود في المنام. مش كل حلم بنشوفه لازم يخوفنا، يعني مثلا زي لما نشوف الدود الاسود لازم تقفي وتسالي نفسك هو الحلم ده جالي ليه في المنام، ولا رساله جايه لي من العالم الاخر. لما تجيلي اللون الاسود، لان معروف يا جماعه ان الالوانات بتجيلنا ابيض واسود، تمام، لكن لما يكون ربنا محدد لنا اللون ذات نفسه نعرف ان وراه رساله. يعني بصي، لو انت شفتي الدود في المنام ساعات بيكون مجرد قلق او طاقه سلبيه حواليكي، لكن لو اتكرر او كان معاه دم، لو قرر باستمرار رؤيه الدود الاسود، او شفتي الدود الاسود مع دم او معاه ريحه مش حلوه، او شفتي الدود بيطلع من جسمك، فده بيكون اما سحر او حسد عندك. وخدي بالك في ناس بتحلم بده وهي اصلا بتعمل رقيه، يعني ممكن الناس بتحلم بحاجه زي كده وهي بتعمل رقيه او بدات علاج روحاني، فالمنام بعتها لها رساله وانذار. لو شافته بيطلع من جسمها بتبقى بشرى ان الاذى بتاعها قرب يتخلص منها وبدا يزول السحر او الحسد اللي عندها. فالحلم هنا بيكون زي كشف منامي وكشف روحاني، او ربنا بيوريكي حاجة خارجة من جسمك، فدي بتبقى بشرى. يعني لو الواحدة حلمت انها بتقعد وكل شوية تلاقي دم اسود في اكلها، كل شوية بتلاقي اسمه ده، فده معناه ايه؟ معناه ان في ده بيأكد ان في سحر مأكول او مشروب غالبا. بس ده لو قررتي انك انت بتشوفي اكل دود في الاكل، او شفتيه في المشروب. ويا سلام بقى لو كان الحلم بيتكرر، يبقى ازاي؟ يبقى لازم تتحركي فورا. اعرفي ان في حد بيراقبك، اعرفي ان الرسالة جايالك ان في حد بيراقبك، ولازم تنتبهي ولازم تاخدي حذرك بالتحصينات، وتركزي في حياتك وتدوري في الصندوق بتاعك. رؤية الدود الاسود مش دايما بتكون وحشة لو خرج من الجسم. لو خرج من الجسم بتبقى بشرة حلوة قوي ان زوال الاذى او زوال الحسد او السحر من عندك، بيكون في تطهير حاجة من جسمك مأثرة عليكي. هتحسي بعديها بعد ما تصحي من النوم ان الدنيا عندك بقت احسن، صحتك بقت افضل. بس لو كان منتشر بقى حواليكي، يعني انت لو شفتي الدود مش خارج من جسمك، لا شفتي الدود حواليكي، ده معناه ايه؟ ده يبقى معناه ان في اشخاص بيغيروا منك، اشخاص حسوده ولازم تاخدي حذرك، اشخاص مسببه لك طاقه سلبيه حواليكي. يبقى ربنا بعت لك الرساله هنا منام كشف منامي، رساله من العالم الاخر. خدي بالك وانتبهي، اسمعي حلمك بقلبك. ولو حلمتي بالدود الاسود اكتبوا لي في الكومنتات عشان اقول لك الرساله اللي جايه من وراها ايه وافسره لك باذن الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك والاشتراك في القناه، ومنتظر رؤياكم عشان افسرها لكم باذن الله.